هذا رجل في أحد القرى صغيرة، وعنده حريمته وعنده عيال، 3 عيال وبنت، وماشية أموره بالستر، لكنه من حادور الحادور، وسط يعني المالية وسط، يعني وسط، وكل ما يبي يعدل ما يريد الله، يعني قدر الله عز وجل إنه أموره وسط. دائما المرأة الأم إذا كانت موجودة، ترانا ما نحس بظلال المرأة لا صارت موجودة مع اللي أمورهم مستورة. هذا تسكته بشيء، وهذا توكله بشيء، وهذا تأخذه معه للجيران، وهذا لها، وتمشي أمورك. لكن إذا فقدت الأم انكشفت الأمور، لأن الأب شغله خارج البيت، داخل البيت للعيال الصغارين، أما لا كبروا على قولة الأولين طيروا، لكن داخل البيت الأم ظلال توفيق الله. الحريمة هذه من أطيب ما يكون، قريبة له ولا عندها خلاف، لكن أصيبت بمرض من الأمراض اللي كانت تجيهم على قولتهم، جاء طاعون وماتت، ما يدرون وش الأمر، لا تشخيص ولا عندهم يعني شيء. جلست فترة تعبانة وعلى فراشه، والرجل كان يسني، متقاول له مع راعي فلاحه، يسني آخر الليل، يسني يعني تولى قيادة البعارين اللي تطلع الماء من الآبار بالثواني، فيعني ما عنده إلا هالوقت، يروح قبل الفجر يترزق الله شيء على قولة الأولين، يسد ثامها الصغارين ويستر عليه. زاد عليها الأمر وتعبت، وشافت انه يعني بايامها الاخيره ومودعه، فكانت تسولف عليه، قالت له: يا فهد، هو اسمه فهد، يا فهد انا ما ادري وش بازل لي من ايام، وترى هالامانه برقبك، انا ما بالله وحده، دور لهم من رحوم، ترى معهم بنيه، وعسى ربي يكتب لي اللي بو خير وصالح. طبعا فهد حاس ان المرأة يعني مودعة، جلست فترة وتوفيت رحمها الله. توفيت الأم، انكشفت البيت الآن عنده هيتام، وعنده مصدر رزق، وعنده بنية ومصغرين على قولة الأولين، فضاقت عليها الكربة، زاد عليها الهم. لكن رجال موكل الله، موكل أمره لله، لكن الأمور وسط بالحين. يقولون الأولين فلان فقره أدق من غبار الجنط، توصيفهم دقيق، الجنط حق السيارة هالكثر يلمسون غبار، يقولون فلان فقره أدق من هالغبار، يعني أموره وسط بالحين، لكنه رجال عفيف ومفوض أمره ويترزق الله باللي يقدر عليه. وكان له واحد يتمي يعني بين فترة وفترة، يروح يمه يعطيه إقصابه ولا يعطيه تالي الحيمة، يعني لهالعيال، ويشتغل عند راعي الثواني، لكنه بدأ يخلف الوقت بسبب هالعيال، يوم يومين موجودة وهو يروح ويجي، لكن الحين الأمور زادت عليه، وتقل راعي الفلاح زعل شوي عليه، لأنه ثواني ويبي يسقي مزروعاته وبهمه ما هي يعني. فيوم من الأيام مرت على العيال لهم كم من يوم الأمور وسط، والبنية سبحان الله بعض البنيات لا طلعت على عمره 6 7 تصير محل الميمة، تنتبه لإخوانها صغارين، وتقرأ خاطر أبوه، تقرأ عيناته، تقرأ الوضع، فتحاول تسكت ذا، يعني دور ميمة، لكن عاد يبقى دور الأم الحاله، لكن البنت تتقمص، وهذا مشاهد بالبيوت غالبا ما يقرأ خواطر وعيون الأب إلا البنية. المهم جاء واحد من الصغارين قال: يبا نبي شيء، يعني مثل قوت نبي ناكل لنا شيء. بعض المرات يشمون شيء مطبوخ أو كذا، والبيتات الطين ما هنا عوازل ولا هنا شيء، لو يشم له ذا بقص الدنيا، بقص الحارة يشمونه، كل الحارة كل الدنيا، أيه، وهي كلها 7 بيوت أو 8. المهم قال البنية: وشوفوا يا بنيتي، حتى علي وعلى عيي، قال بروح لفلان بيته، مثل ما نقول قطعة النفود ورا النفود، ويمكنني أبجي مع المغيب، أبى أروح خابره، يعني عنده شيء إن شاء الله نبي نتعشى عشان زين، انتبهي لإخوانك. راح الرجال
وراح رفيقه وابن الحلال ما قصر وعطاه الحيمة طيبة وحطه زبين فوق راسه جاي دائما. وهذا يعرفونه دائما أهل الأرياف خاصة بعد قبل مغاربة وكذا، ما تخلى من سباع، ما تخلى من شيء يعني خطم على الواحد. يوم نزل من النفود رايح لما بيته اللي خطم عليه أكل سلب، الله يعزكم السامعين، مسعور، اللي يسمونه مسعور، يعني يعتبر خطرا عليه، يبي يتحاشى عنه، يبي يبعد عنه. المهم انه اضطر انه يضربه، وجاء شيء اثر بسيط، لكنه ها اللي حصل ذا اخروا عن وصلته للبيت شوي، تاخر ما وصل البيت. العيال غابت الشمس ما جابوهم، ضاقت صدورهم، وقال لهم ابوهم ما تفتحون الباب، انا بجيكم ان شاء الله. وخافوا يجيهم احد. البنيه دخلت اخوانه بالصف وركدتهم وحاولت تنومهم وتركدهم، والابو ما وصل الا حول العشاء الاخير، واثره ثوبه يمكن جاي ومزعه ولا اثر دم، يعني متكدر وجعان وطي بطنه، جوعان وجاوها اللي بعد حاسه. المهم يوم جاء عند الباب يقولون الاولين، وهذه تراها موجوده عند من اول لا صار واحد معه غريض بسيط ما وده يلفت اللي حوله، لانه وده ينقذ هاللي عنده بالبيت، يعني يوكلهم، فما وده يطق الباب يروع العيال، ولا وده يعني يلفت الانظار. لمس الباب اثره مسكينه العيال، قام ورقى فوق جدار، نقول احنا قمز او نقز فوق اجدار، والجدار الطين من اول ما هي بشيء، ودخل اثرهم جالسين والاضاءه ضعيفه، وجاب له كم عسبان ذا يبي يشب على هالحيمه بيقومهم. حدا البنيه ما نامت، شاف يعني باله، قامت تبي تقوم اخوها السبيل مهما كان، يعني الاكبر منه ولا كلهم مصرين، قامت وعضت يديته تبيه يقوم، ما يدرون من اللي من داخل، ما شافته، وزعق الوليد. قال الابو بسم الله عليك يا عبد الله، دريت انه هو وجو وفرحوا به وعشاهم واستانسوا وكل ليله واستمتعوا. الابو يوم انه اصبح وراح للرجال راعي الفلاحي، قال له راعي الفلاحي يا ابو فلان، العيش عندي عطش، والنخل عطشت، والبهم عطشت، وانت تبطي ما تجي، والسواني تبيله واحد يقف عليه، والله والعالم ان لقينا لنا حرف غيرك. يعني ايه نعم، يعني تقفلت الدنيا بوجهه، ضاقت به الوسيع، لكن رجل متوكل على الله. المهم هذا الرجل حتى نربط الموضوع بالاول، يذكر عنه في بر بأمه شيء عجيب، لكنه ما له علاقة بالقصة، لكن سيرته يذكر عن بر بأمه. المهم يوم انه صفق بدياته، وهذا عطاه هجرته وقال له ترزق الله. ضاقت عليه الوسيع ما يدري وين يروح، ما له الا يغير الديره، يبي يروح يشوف له محل لعل الله ييسر امره. قال لبنيته وعياله ترانا نبي نشوف لنا المنطقة الثانية، والثانية ممشى يسمونها نصف نهار، ما هي بعيدة، بعض المناطق أو الأرياف أو القرى متداخلة، بس إنه تبيله ممشى ما عنده الله يعزكم إلا حمير. جمع جيش وتني أشوفه قشين ما ياخذه، وقال العيال ترانا نبي نمشي. مشى ما يدري وين يروح، هاي من على وجهه، لكن يبي يروح لك الديره. وهو طالع قابل له جمال، والجمال هو اللي ينقلون البضائع من اول، يعني حتى عشان نقربل بعض الشباب اللي مثل راعين تريلات الحين ينقلون بضائع وينقلون اوادم، وبعضهم تصير اموره الماديه زينه. هالجمال هذا جاي من الديره اللي وده يروح يم هذا، ويعرفه بوجهه، يشوفه بوجهه، لكن ما يعرف منهم من يقال له، ما يعرفون. ودائما الجماميل عندهم نباهة ويعرفون اسماء الديار اللي يتنقلون يمه. فقال له سلم عليه هذا، تقابلوا، قال له وين تبي يا الاخو؟ قال ودي والله اروح لك الديره. قال وش عندك؟ قال بروح البيت اللي بك الديره.
قال بيتك بك هنا؟ قال الله الله، إنسانك تتعاون جزاك الله خير، ترى ما معي إلا عفش بسيط، قشيش بسيط، ومعي هالوغدان صغارين يسمونهم وغدان. قال الجمال تقل رق الحالة وشاف الوضع، نزل أغراضه. حطوا بالكم يا جماعة، ترى بضاعة رايح نبي يستفيد منه. رد القش اللي هو واخذه معه، وقال الراعي القش بعدين أنا بروح بهالرجال. شال غريضاته وردف العيل وراحوا. يوم انهم مشوا لهم شوي، ومعروفين الجمامير راعين سواليف، قال له بيتك اللي هناك هي شمالية، هي شرقية، هي غربية، هي جنوبية؟ تنهتك التنهت يا الرجال. قال والله لا شمالية ولا غربية، لكن والله رايح من الضيم والجوع، والله ما ادري وين انا اروح، ويجي ويبكي ما له حيلة. الرجال تأثر وتألم ووجعه، قال بيسر الله الأمر، يبي يسر الله الأمر. يناظر هالصغارين ويناظر رفيجنا، أمورهم وسط. يوم إنهم أقبلوا على الديرة، أكل ما رد. قال له اقعد يا خيي بذا مسيان، وأنا خابر بويت الوحدة من اللي حولنا، أطرافنا يسمونه، أبى أشوف عنه ويبي يسر الله الأمر. جلس الرجال مسلم أمره لله، ما عنده لا مجبلة ولا مجفية إلا رحمة الله، وهو على ربي هينا، ما هي بسهلة الرزق. المهم جلس وتوكل على الله. راح الرجال هذا اللي خيت له بالبيت اللي هو رايحين يمه، وقال له نبي البيت الفلاني نبي ناخذه، يبي يجي رجال إن أموره مستورة أغدينا. قالت هذا مفاتيحه عاد، مفاتيحات الأولين ما هي بشيء، بس اسم مفتاح. جابهم وقالوا توكلنا على الله، ترى تيسرت الفرج بدأ، لا تخاف. أدخلوا بالبيت، قال كم كروته؟ الأجار يسمونه من أول، كم كروته؟ قال لا يبي يسر الله الأمر، أدخل بس عيالك سهل الله. راح لخيته قال نبي تسوي لنا عشي، عالم جوعة. قالت أبشر. قامت وسوت لهم عشي، وراح وجابوا يمهم وتعشوا عشا هنيئا مريئا من أبدع ما يكون. جلسوا وياه، سألوه من أنت واسمك، يعني أخذ المعلومات كاملة، وسألوا عن حريمته وعلموا عن وفاته. يوم أصبحوا قالوا راح أن ترزق الله بالسوق، ويبي يسر الله، خلى العيال عندنا ما عليك. راح لخيته، هذه خيته كان له بنية وزوج، وكان رجله يطوي البير، ودائما اللي يطوون البير يعني يزينون البير بالحصى، دائما خطورتهم عالية. يوم من الأيام كان يطوي البير، المهم نزلت رجله وطاح، وبنية سارة حوله توحشت، طاحت معه وراحوا، زوجه وبنته كلهم راحوا. فالمرة يعني عافت الرجال على قولتهم ولا تبي، وجلست وصارت صدمته بالحيل على فراق زوجه. جاء يمه أخوه قال له يا خيتي، جاب الله شيء منزل من السماء على قولة الأولين، هذا رجال والله ما تخلينه من يمنات اليسرات، طيب وبار بميمته وعنده يتمان، جاب الله لك عيال، ورجال والله العظيم لو أنا عندي والله ما تقدمت عليه، وانت برايت أنت تبي تسيرين وميمة لهم ولا نشوف غيرك؟ الوضوح مطلب يا جماعة. قالت لا والله شورك بعد هداية الله عشان نعدل اللفظ. المهم قال له أجل توكلنا على الله. راح يمه قالوا يا فلان جاب الله لك حريمة، ويجي يضحك قال حريمة وانا من التاف، ما عندي شيء والله، ما عندي إلا 20 صاع رز و20 صاع تمر ومثله انشع عيش، ما عندي شيء، وش هذا كل اللي يملكه من رعى فلاحة. قال لا أنا بسلفك 30 ريال، 15 لأختي و20 اللي قهوك وغريضاتك وتصلح بويتي. قال ترى ما عندي شيء، قال بيسرهن الله بس توكل على الله. قام ودخل خيته عليا ودخلت السعد، صارت هالميمة هذه مثل أمهم أو أشد، بل أكد أن قد تكون أشد في رحمته، ولا لهم لا أحد يوازن عليها مما رق قلبه.
مما ذكر عنه يوم من الأيام هو مواعدهم، قال للبنية والعيل أبى أزين لكم مقاطع اللي هو ثوب، أبى أزين لكم ثياب مقطع يسمونه. لا رحنا. قالت البنية لبوة يبوة تراك مواعدنا نبي لنا ثوب الإخوان ثياب. جات لهم اللي حنا نبي نسميها أمهم، قالت له يا فلان هذه 3 ريال، خذ الله يعافيك روح جيب لي عيالي مقطع ولا لا يخيط، أنا اللي بخيطه نبي نوفر. قال يا خيتي معي يا أم فلان، قالت أنا بلبس عيالي، أنا بلبسهم، هذه اسمها موضي ألم. قال يا موضي، قالت أنا بخيطهم بيدي. راح وجاب خريقة وخيطتهن ولبستهن هالعيال. قالت له موضي يا أبو فلان يا فهد، أنت تدخل وتطلع وأمورك مستورة، ورا ما تأخذ لك جمل مثل أخوي وترزق الله. قال ما عندي شيء. قالت عندي لك 10 ريال بعطيك إياهن، وخل أخوي يشري لك جمل وتوكل على الله. قال ترى ما ظني أوفي. قالت ما بيلك وفاء. راح أخوه وشرى له جمل، وصار هالجمل أطيب من جمل أخوة، شاق سنام وطيب، وبدأ يترزق الله وزانت أموره. فيوم من الأيام جالس على هكا المشراق وسنية ناظرة مزينة له هكا قهيوه وتوه طايحة العينة ويتقهوى ومستانس. فهو جالس على الجدار وهي تشتغل وراء ما دري عنه، ويهوجس على روحه يقول إن التفت يمين شفت أخوي إبراهيم وشغله بي اللي هو أخوة الزوج، وإن التفت موضي يساري فأنا شفت مرت ما أدري من أحطه على يمناي ويسراي، وتهيض له بيتين أو حفظ بعضهن. يقول يوم ضاقت الدنيا ولمت بالإعسار واشتدت الكربة وضاقت علي، رفعت كفي للولي وقت الإسحار، المالك المعبود جزل العطية، وعيالي أيتام وأمهم خلت الدار، وأنا وحيد والمخابي خلية، سخر لي المولى على الدرب مرار، راعى الشهامة والوفاء والحمية، شالا مع عيالي ودبر لي الدار، وعطان من الزينات بنت هدية، ما جابت الخفرات مثله ولا صار، فعايل المبرور صارت وفية. أبيات طبعا وطويلة لكن جميلة. طبعا هي سمعت الأبيات، راحت لمطوع المسجد وقالت له هذه وريقة البيت اكتبها لفلان، واكتبها لفلان، وجت يمه قالت والله ما يصير أخوي أطيب، فعايل المبرور صارت وفية، والله لا يصير أطيب من أخوي. هذه البيت خلى لك وعييلك ومعي إن كتب الله لي حياة ولا لكم. وعاشت عيشة هنية وزوجت العيال وأصبحت حياتهم جدا طيبة حسب ما يسر ربي له. أنا أقول يا جماعة باختصر في الإشارة مثل هالقصص هذه يا جماعة، جبر الخواطر أمر عند الله عظيم. الجمال وقف وقفة أنقذ أسرة ثم بنى أسرة، ووقف معه وقفة رجال. نحن بحاجة إلى مفهوم جبر الخواطر، ولا تعتقد أنه جبر الخواطر يأتي بالمال. جبر الخواطر يحتاج إحساس يا جماعة. ما أكثر ما نجد ونرى ونسمع من مواقف مؤلمة نستطيع أننا نعالج بجبر الخواطر. الأب مع أبنائه، والأم مع أبنائها، والمدير مع موظفيه، والجار مع جيرانه، والقريب مع أقاربه. الناس تراهم يبون كلمة طيبة، يبون ابتسامة، يبون راي. تجد الواحد عنده مال لكنه عنده ضيقة، يبيك تسمع منه. يجب أنه الإنسان يتعود على مسألة جبر الخواطر بالكلام، بالعبارة، بالمظهر. لا تحرم الناس ابتسامتك. لا تقول أنا يدخل الواحد على بعض الدوائر الحكومية، يدخل على بعض البيوت، تجد أن الإنسان دائما معبس كأن الدنيا على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي إلا متبسما. هل أنا وأنت وهي أكثر مشاغل وهموم وأعمال من النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الناس تراهم ما يبون، والله ما يبون شيء من مخباتك، يبون مواقف إيجابية، يبون كلمات وعبارات تلاطف قلوبهم. وإياك بالمقابل أن تكسر خواطر الناس. فالخواطر يا كرام ليست عظام تجبر، وإنما هي أرواحا تقهر. يجب أننا نهدي شوي ونوسع صدورنا وأن نحتوي كثير من هموم الناس وأحاسيسهم. الجانب الثاني وهي رسالة وأعلم إنه يعني حساس لبعض الناس. يا كرام، بعض الناس إذا توفيت زوجته أو طلق أو ما عنده زوجة وهو عنده أبناء يتقدم للناس يبي زوجه ترعى أبناؤه. هذا مطلب جميل وجيد، لكن بعض الناس ما يحسن الطريقة، تلقاه يخطم من الناس، أو إذا دخل على زوجته قال اسمعي ترى عيالي هم مقدمين، عيالي أغلى ما عندي، عيالي تراهم هم نور عيوني، أنت بتزعلينهم. لا يا عزيزي، ترى بنت الناس ما هي بشغالة عندك ولا هي بخادمة هاخذم. أنت تستطيع تكسب زوجتك بالأدب والأخلاق والعلم الغانم والسخاء المعنوي والمادي والمرجله. والله العظيم إذا حبتك وشافت إكرامك لها تبي تشيل عيالك وبناتك بين عيونه وستكرمهم وستربيهم تربية طيبة. مشكلتنا كثير من الرجال ما يحسن نيته طيبة لكن يخطي في هذا الأمر. عيالك غالين عليك لكن ترى مو بعيال بنت الناس. أنا وأنت يجب أن الواحد يحتوي هذه المرأة اللي قبلتك أنك تكون زوجا لها، وبأخلاقك وطيبتك وعلمك الغانم ستجد أن هذه المرأة ستكون أم لهم، لكن بهدوء، وليس كل ما يعلم يقال. كن متصرفا بالأدب والأخلاق الطيبة ستصنع منها أما بديل عن من فقدتهم. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين للهدى.